صباح الخير، صباح الفل على الحلوين، صباح السعادة وطبق السعادة. النهاردة هعمل لكم الفسيخ الجبار. شايفين بقى جماله وشكله وطعمه، هيبقى حكاية. لو عملتوه في البيت مش هتبطلوا تعملوه أبدا، مش هتشتروه جاهز، هتبطلوا تشتروه جاهز نهائي. حقيقة أنا كنت فاكرة إن هو صعب، بس فعلا طلع سهل جدا جدا، ونتيجته جميلة ومضمونة وطعمه حكاية. تعالوا مع بعض كده وهوريكم الفسيخ هنعمله ازاي. اول حاجة هنجيب السمك البوري. لازم السمكة تكون صبحة كده، وزي ما انتم شايفين بتبقى عينيها كده بتلمع، والسمكة تبقى ناشفة، معلهاش تلج ولا محطوطة متجمدة ولا اي حاجة خالص، لازم تكون فريش جدا. اللي بعمله ان انا بشطفها كده تحت المية عشان بس انزل اي قشر زيادة عليها او حاجة. طبعا مش بقشرها خالص، بشطفها بس كده وبخليها. وانا بشطفها بخلي الخياشيم هي اللي تحت عشان المية ما تخشش جوه السمكة نفسها. بشطفها كويس وبشطف الخياشيم، بغسلها كويس برضو. وبعد كده بقوم مصفيها، بحطها في مصفى. بحط في المصفى كم منديل كده بتاع تنشيف، مناديل مطبخ. وبوقف السمكة، بتبقى راسها لتحت وديلها هو اللي فوق. بوقفها كده يعني، وبسيبها 6-7 ساعات لغاية لما تصفي ميتها خالص. بعد كده ببدأ انشف السمكة من بره كده، وبعد كده بنشف الخياشيم كويس قوي. انا هنا منشفاها كويس قوي. كنت حاطه في الخياشيم نفسها، حاطه فيها مناديل وسايباها شويه كده، يعني حاشيها بمناديل كويس قوي، وسايباها شويه لغايه لما امتصت كل الميه او الدم اللي فيها. بس انا قلت اوريكم هنا انا المفروض ان انا بنشف السمكه ازاي. بعد كده ببدأ هنا اعمل لها زي مساج كده خفيف، علشان اللحم بتاعها يبقى طري كده ويطلع معايا بسهولة، واقدر افصله من الجلد بسهولة. وكمان بيبقى مزبد خالص كده وناعم، وبيبقى تحفة بصراحة. تمام كده، انا هنا عملت يعني شبه مساج كده خفيف للسمكة. وبعدين هنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. هنستخدم هنا الملح. انا هستخدم الملح الناعم العادي خالص. وبعدين هحط عليه معلقة كركم، وبعد كده احط كمان معلقتين شطة. اللي حابب يزود شوية كركم شوية شطة مفيش مشكلة خالص. بس كده حطيت الشطة مع الكركم مع الملح. طبعا كل دي مواد حافظة خالص للسمكة، ومش هحط لا زيت ولا ليمون ولا حاجة خالص. هما بس الثلاث مكونات دول اللي انتوا شايفينهم، الملح مع الشطة مع الكركم، دول كفاية قوي. وصدقوني ما بيبقاش فيه اي ريحة خالص، وبيبقى ريحته في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم يعني ما يفرقش خالص عن الجاهز، بالعكس كمان احلى من الجاهز وانضف من الجاهز. هبدأ بعد كده زي ما انتم شايفين كده، هحشي الخياشيم كويس قوي بالملح، واحاول كده اني ادخل الملح كده لغاية البطن بتاعة السمكة. وطبعا ببقى حريصة قوي انه يعني السمكة ما تتخدش خالص، ما تتفتحش من اي جزء فيها، بتبقى مقفولة تماما. ما بفتحش فيها اي فتحة ولا بقص فيها اي حاجة خالص، زي ما هي كده بتبقى سليمة وما فيهاش اي خدش. بحشي هنا الخياشيم كويس قوي بالملح، وزي ما قلت لكم كده بحاول ادخل الملح شوية كده عند البطن علشان اقفل كل المسام وما يتخللهاش اي هوا خالص. بس بحط بقى زي ما انتم شايفين كده الخياشيم بملاها كويس قوي بالملح. بعد كده ببدأ اجيب هنا عندي طبعا تجيبي بقى الشنط اللي عندك كلها. يعني هنستخدم في الموضوع ده الشنط يعني كتير، يمكن 6 أو 7 شنط. هنا برش هنا في الشنطة الاول كده، برش شوية ملح برضو بالشطة. وبعد كده بقوم حاطة السمكة بتاعتي وارش عليها برضو من بره كده كلها، برش عليها الملح، الخلطة بتاعت الملح والشطة والكركم. زي ما انتم شايفين كده غطيتها تماما كده بالملح. وبعدين هجيب بقى السمكة التانية وهحطها برضو هنا جنبها، وهغطيها برضو زي ما انتم شايفين كده بالخلطة بتاعت الملح. بعد كده ببدأ هنا بقى احطها العكس، يعني اخلي الراس جنب الديل،
واحطها كده جنبها، بيبقوا عكس بعض. ببدأ بقى اقفل الشنطة عليهم كويس. انا هعمل كل 2 مثلا او كل 3 بيبقوا في شنطة. انا بس قلت اوريلكوا ال3 سمكات كده، والباقي طبعا انا عملته بس يعني مش مصوراه. انا بس قلت اوريكم عشان كنت جايبه حجمين كمان، فانا هحط الحجم اللي هو متساوي ده، الاتنين اللي هم قد بعض هحطهم مع بعض في كيس واحد. والصغيره دي اللي هي السمكه اللي هي لوحدها الصغيره دي هحطها برضو في شنطه لوحدها او في كيس لوحدها. بقفل بقى هنا شنطه جوه شنطه، وكمان يعني محبب قوي انك تحطيها في شنطه سودا زي كده عشان تمنع اي اضاءه ليها. وبلف الشنط كويس زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في كذا شنطه. بعد كده هبدأ ألف عليها البلاستيك راب زي ما انتوا شايفين كده. بحاول أخلي اللفة محكمة قوي بحيث ان برضو ما يدخلهاش أي هوا خالص. هعمل كمان السمكة الصغيرة برضو نفس الطريقة. وهنسيب بقى الكلام دوت، هنسيبهم 3 أسابيع عشان احنا في الشتاء، فاحنا ممكن نسيبهم يعني من 3 أسابيع لمثلا 25 يوم عشان بس احنا في الشتاء. ده عدى عليهم يعني بالتقريب كده 22 يوم او 23 يوم. هنبدأ بقى نفتح عليه دلوقتي وهوريهولكم. طبعا الوقت اللي احنا بنسيبه بيبقى على حسب حجم السمكة، يعني لو السمكة كبيرة بتقعد وقت اكبر او اكتر من السمكة الصغيرة. هنا فتحت على السمك الكبير. انا سبت السمكة الصغيرة قلت افتحها بالمرة مع السمكتين الكبار، بس الحقيقة لقيتها حلوة جدا، وكان برضو الوقت مناسب قوي ليها. طبعا عشان احنا في الشتاء يعني استحملت ان هي تقعد الوقت ده، لكن اكيد لو في الصيف ما كنتش هسيبها الوقت ده كله. كنت هفتح عليها كمان يعني من 10 ايام، من 10 ايام لاسبوعين. دلوقتي هنشوف اهو مع بعض الفسيخ التحفة بتاعنا. هنبدأ نفتح عليه اهو. طبعا شنطة جوه شنطة، انتوا عارفين بقى لازم يتحط في شنط كتير عشان خاطر ما يتخللوش اي هوا خالص. وصلنا اهو، وصلنا بالسلامة. شفتوا ما شاء الله على الجمال والحلاوة بتاعتنا. فسيخ ولا اروع ولا احلى من كده. شايفين ده السمك بتاعنا اهو بعد ما عملناه وخللناه وطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ودي السمكة الصغيرة بتاعتنا كمان الحلوة. يلا مع بعض كده نشوفها. دي شكلها كمان اهو. يا سلام، روعة روعة روعة، مش قادرة اقولك على جمالها. وما فيش اي ريحة خالص، بالعكس يعني الريحة كأنك واقفة في محل فسخاني، بس محل فسخاني محترم يعني. هنقطع بقى الراس الاول وهنبدأ ننضف السمك ونطلع اللحم بتاع الفسيخ الطري الجميل اللي عامل زي الزبدة. هنقصها كده بس بالمقص، ونبدأ نفتح من الظهر كده زي ما انتوا شايفين كده من غير ما نقشره ولا حاجة، مش محتاج ان هو يتقشر. هنبدأ بقى اوريكم اللحم من جوه شكله عامل ازاي. بصوا بقى، وسعوا بقى وشوفوا. يا سلام على الجمال، ايه الجمال ده، يا خبر ابيض يا خبر ابيض على الشكل والمنظر. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. بصوا انا بنضفها وانا مش قادره يعني اتملك اعصابي، عايزه انزل عليها بقى ايه هتتك بتتك كده من جمالها ومن حلاوتها وريحتها التحفه. شايفين لحمها عامل ازاي زي الزبده. طلع بقى السلسله، طبعا السلسله دي مش هنرميها، دي بتبقى تحفه. هقطعها بقى حتت واخليها مع اللحم برضو بتاع الفسيخ، وهناكلها برضو مش هنرميها. هقصها كده بالمقص وهبدأ هوريكم هخلي اللحم بتاع الفسيخ ازاي. شايفين منظر، شايفين المنظر لا يقاوم. بمعلقة بقى وابدأ بقى ايه
امشي كده على اللحم بيطلع معايا بمنتهى السهولة ومنتهى البساطة. طريقة سهلة ولذيذة ومش هتهدر خالص اللحم بتاعها. شايفين طالعة معايا يعني مش قادرة اقول لكم. شايفين لحمها عامل ازاي؟ روعة روعة روعة. هكمل بقى باقي السمكة اهو. شايفين طالعة حلوة قوي، مستوية جميلة وناعمة وفي منتهى الجمال. ولونها كمان، شايفين انتوا اللون بتاع السمكة عامل ازاي؟ شايفين زي المربى بالظبط، مزبدة وناعمة وحلوة قوي. يلا بقى هوريكم الطبق بعد ما جرنشه وهقدمه لكم بألف هنا وشفا، وهقول لكم لازم تجربوه، لازم تجربوه بجد، هيعجبكم قوي قوي قوي، هتبطلوا تشتروه من بره. ده طبقنا بقى بعد ما جرنشناه بالفلفل، زي ما انتم شايفين كده، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والفلفل الحامي، ورشيت عليه رشة زيت، وطبعا الليمون ده اساسي. وبألف هنا وشفا، اتمنى بجد ان انتوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. النهارده خلصت وصفتنا، عملت معاكم الفسيخ البيتي. يا رب يكون عجبتكم الوصفة وعجبكم الطبق النهاردة، ويكون الفيديو برضو عجبكم. واذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونتقابل على خير بإذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.